المشاهدون الكرام، يسعدكم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأبرز العناوين. إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في فلوج. منتجات مرضية لبساتين بيان. جبهة صراع جديدة بين واشنطن وبكين عنوانها الهجمات الإلكترونية. روسيا تكشف رسميا عن مقاتلاتها الشبح الجديدة. والحرائق تلتهم سيبيريا وسط صيف هو الأكثر جفافا منذ 150 عاما. أهلا بكم إلى تفاصيل النشر، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 21 من يوليو في مراكز العزل بأقاليم الكشبركة والجنوب والأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 9 من الإصابات في إقليم الكشبركة، 4 منها في قرمايكا، واثنتان في علي قدر، وواحدة في أديبرة، وواحدة في أم حجر، وواحدة أيضا في موغرايب، و6 إصابات في الإقليم الجنوبي، 3 منها في مندفرة، واثنتان في إنجيلا، وواحدة في سجنيتي، و4 إصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و4 إصابات في كرن حاضرة إقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 8 مريض كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6473، شفي منهم 6166، وتوفي 32 مريض كورونا، فيما لا يزال 275 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من يوليو 2021. تجري حملة التشجير وإصلاح مجاري المياه في الإقليم الأوسط بمشاركة واسعة من السكان ومؤسسات الحكومة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية وجمعيات المناضلين وأعضاء الجبهة وشركات البناء. ويشمل العمل الجاري منذ 12 من يوليو بإشراف خبراء الزراعة إعداد الحفر للتشجير وبناء وصيانة المدرجات وغرس شتول الأشجار. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد أبراهام تخلوم غرس 37 ألف شجرة من جملة أكثر من مليون شتلة معدة لغرسها في الإقليم الأوسط، إضافة إلى بناء 900 متر من الحواجز المائية. وأكد المشاركون في الحملة التنموية الخضراء عملهم بنشاط كبير لوضوح هدف البرنامج. جرت في مديرية قلوج انتخابات مدراء الضواحي في 10 ضاحية، وقال مدير المديرية السيد داسي زرع مكيلة إن الهدف من الانتخابات التي جرت في ضواحي تبلدية وعيترف وقاجرو ومقولا وعشاقالي وأنغولايت ودريسا والثورة وسبتمبر والعدالة هو تبديل المدراء الحاليين بآخرين جدد لضمان خدمات إدارية أفضل. ودعا المدراء المنتخبون على العمل بتفاني وإخلاص تنفيذا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، موضحا بأن الانتخابات الضواحي والقرى تأتي في إطار مهام تحسين الخدمات الإدارية وخلق الأرضية للمواطنين للحصول على الخدمات عن قرب. وأكد المدراء المنتخبون على العمل لتنفيذ البرامج الوطنية. أوضح أصحاب البساتين في ضاحية بيان بمديرية ناوفات تحقيق نتائج مرضية من الإنتاج وسد حاجة سوق الضاحية.
وذكر المزارعون أن التنمية المروية التي بدأت بمساحة محدودة توسعت وتطورت، وأن منتجاتهم من الخضروات والفواكه تسوق في مدينة نافا وأفعبت بعد اكتفاء الضاحية. وأفادوا عملهم المستمر لحماية التربة وحفظ المياه لتنمية المياه الجوفية، منادين بمواصلة الدعم بالبذور المحسنة والمبيدات الحشرية والإرشاد المهني. ويوجد 200 مزارع في بيان ينمي مساحة حوالي 100 هكتار في خور حداي وإتكلت. نظمت السفارة الإريترية في جنوب السودان ورشة عمل بالتعاون مع وزارة العدل في جنوب السودان لتعريف المواطنين الإريتريين بالقانون وكل المؤسسات العدلية في جنوب السودان. وأشرف على الورشة المنظمة يوم 18 من يوليو كبار المستشارين القانونيين في وزارة العدل بجنوب السودان. وهدفت الورشة أساسا تعريف الإريتريين العاملين في مختلف الأنشطة بقوانين الدولة المضيفة وحقوقهم وواجباتهم. وقال السفير يوهانس ميكال في الورشة إن السفارة ظلت تنظم سيمينارات ومحاضرات مماثلة لرفع وعي ومعرفة الإريتريين وحل التحديات التي يواجهونها بالتفاهم مع مختلف المؤسسات الحكومية وسوف تواصلها. وأكد المشاركون في ورشة العمل على أهميتها منادين بمواصلة عقد مثل هذه الورش المفيدة. قيم مكتب التعليم في مديرية دكم حري يوم 19 من يوليو العام الدراسي 2019-2020 وأوضح التقييم الذي شارك فيه المدراء والمشرفون التربويون ومسؤولو إدارة المديرية أن نسبة النجاح بلغت 88% في المرحلة الابتدائية و78% في المرحلة المتوسطة و69.5% في المرحلة الثانوية. وذكر الاجتماع مساهمة المواطنين بما يقدر بأكثر من 124,350 نغفة بتوظيف طاقاتهم و60,800 نغفة عينيا و74,933 نغفة نقدا في إطار الدعم للدفع بالعملية التعليمية. وشهدت مسؤولة الخدمات التعليمية في المكتب الأستاذة ركبة كفلة في الاجتماع بجهود المعلمين والمدراء والطلاب لتعويض الوقت المهدور بسبب وباء كورونا بعد استئناف التعليم، داعية لمواصلة السنة التعليمية القادمة. وأشار الاجتماع إلى تجهيز الأدوات التعليمية اللازمة للعام الدراسي 2021-2022 وستوزع في المدارس في شهر أغسطس المقبل. وتوجد في مديرية دكم حري 56 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية استقبلت العام الدراسي المنصرم 22,687 طالب. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، شكل اتهام الولايات المتحدة للصين بالتورط في عدد من الهجمات السبرانية على شركات أمريكية فصلا جديدا في المواجهة المفتوحة بين واشنطن وبكين على أكثر من صعيد. فقد اتهم البيت الأبيض السلطات الصينية بالوقوف وراء سلسلة من الاختراقات السبرانية كان من ضمنها استهداف خادم شركة مايكروسوفت في شهر مارس الماضي، والذي تسبب بإعاقة عمل الآلاف من أجهزة الحاسوب في العالم. اللافت في بيان البيت الأبيض أنه شهد انضمام عدد من شركاء الولايات المتحدة أبرزهم حلف الناتو، والذي لأول مرة ينخرط بإدانة رسمية وعلنية لهجمات سبرانية من الصين. كشفت روسيا رسميا عن طائراتها الشبح الجديدة تشيك ميت مقاتلة الجيل الخامس التي ظلت المعلومات عنها شحيحة، والتي لن تقوم بطلعتها الأولى قبل 2023.
والطائرة التي صممتها شركة سوخوي الروسية لمنافسة المقاتلة الشبح الأمريكية F-35 تتميز خصوصا بأن كلفتها أقل بكثير من كلفة منافستها الأمريكية، وقد عرضت للمرة الأولى أمام الجمهور في المعرض الدولي للطيران والفضاء 2021 في جوكوفسكي بالقرب من موسكو. ولكن عرض هذه الطائرة لم يتخلله قيامها برحلة تجريبية، علما بأنها ستقوم بطلعتها الأولى في 2023 على أن يبدأ تسويقها في 2026. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاين هذه الطائرة في المعرض قبيل ساعات من الكشف عنها رسميا في معرض الطيران الذي ينظم مرة كل سنتين. تواصل فرق الطوارئ الروسية مكافحة سلسلة حرائق الغابات في منطقة الشرق الأوسط بالبلاد، حيث غطى الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات مدينة ياكوتسك و50 بلدة أخرى في سيبيريا، مما أجبر السلطات على تعليق العمليات في مطار المدينة بشكل مؤقت. وقد عانت روسيا من حرائق الغابات على نطاق واسع، والسبب ربما يكمن في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد وإهمال قواعد السلامة من الحرائق. وحسب مسؤولين محليين فإن 216 حريقا اندلعت في أنحاء البلاد، وقد اتسعت المساحة الإجمالية التي اجتاحتها الحرائق. وأفادت وسائل الإعلام الروسية أن منطقة ساخا ياكوتيا في شمال شرق سيبيريا هي الأكثر تضررا من الحرائق. وكإجراء احترازي قامت السلطات بإجلاء أكثر من 600 شخص من كاريليا. الخبر الأخير في هذه النشرة: هبطت كبسولة بلو أوريغين التي تحمل جيف بيزوس وثلاثة آخرين في صحراء غرب تكساس بعد عبورها حدود الفضاء وعودتها. وطفت المركبة الفضائية على 3 مظلات ضخمة قبل أن تثير سحابة من الرمال، وهي تهبط بسرعة ميل أو ميلين كيلومتر في الساعة. بذلك ينضم بيزوس الرجل الأثرى في العالم إلى نادي رواد الفضاء على متن أول رحلة مأهولة لشركته بلو أوريغون، ما سيشكل علامة فارقة جديدة في مجال السياحة الفضائية الناشئة. وتأتي المهمة بعد 9 أيام من وصول مؤسس فوريغون جالاكتيك ريتشارد برانسون حدود الغلاف الجوي للأرض، متقدما بخطوة على الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون فيما يبدو أشبه بمنازلة بين الأثرياء في الفضاء. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين: إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في قلوج. منتجات مرضية لبساتين بيان. جبهة الصراع جديدة بين واشنطن وبكين عنوانها الهجمات الإلكترونية. روسيا تكشف رسميا عن مقاتلتها الشبح الجديدة. والحرائق تلتهم سيبيريا وسط الصيف هو الأكثر جفافا منذ 150 عاما. مشاهدينا، هكذا انتهت نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.